السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة للي معرفنيش أو لسه أول مرة اتفرج عليا. فأنا أحمد داوود وبعتبر القناة هنا مساحتي الشخصية بحب أتكلم فيها براحتي. النهاردة حابب إن أنا أتكلم عن الأشخاص السلبيين أو الناس السلبيين في حياتنا. كنت أنا يمكن ذكرت الحاجة دي في حلقة قبل كده بس كانت حاجة بسيطة جدا، بس في الحلقة دي أنا حابب إن أنا أتناول الموضوع بشكل أكبر أو ب يعني ديتيلز وتفاصيل اكتر حابب ان انا اذكرها فيه. اللي انا حابب اتكلم فيه او احكي عنه ان انا ما بحبش في حياتي يكون في ناس شايفه الحياه سودة او شايفه الحياه بمنظور سلبي، او بتبص مثلا للحياه ان لا يعني مهما كان حاجه حلوه انا لازم اطلع لك فيها عيب او لازم اشوف لك فيها حاجه احسسك ان هي مش لطيفه، او انا ما بشوفش فيها الحلو، انا بشوف دايما بس الوحش. انا بحب دايما ان انا اشوف ان الحياه حلوه حتى لو حاجه وحشه حصلت معايا. وانا عايز احكي الموقف ده ان انا من يومين كنت في الشغل، والباص بتاع الشغل يعني لما رحت الشغل كان معايا شغل زياده شويه، ففضلت قاعد لحد ميعاد الباص. وبعد ميعاد الباص فالباص فاتني، يعني كان معايا شغل كان لازم انا اخلصه او ما كانش ينفع امشي من غير ما انا اخلصه، فالباص فاتني. فكان دايما لما بقى حد معانا في الباص بيفوته كنت بحس ان الدنيا ولعت والقيامة قامت والدنيا خربت خالص. لكن لما انا في اليوم ده انا كنت مؤمن وكنت مهيئ نفسي ان انا في يوم من الايام تحصل معايا حاجه زي كده، ان انا مثلا هيكون معايا شغل كتير وهضطر ان انا اقعد لحد بعد الباص والباص هيمشي وهيفوتني. فانا كنت مهيئ نفسي ومتهيئ نفسيا ان انا هيجي عليا اليوم والباص هيفوتني، وبالفعل ده اللي حصل معايا. والباص لما مشي انا قاعد ولا كأن في اي حاجه خالص. اي نعم قبل ميعاد الباص ما يتحرك بدقايق كده حسيت ان انا متضايق شويه وبتاع، بس ايه لا خلاص يعني الدنيا تمام والدنيا ايزي، وايه المشكله يعني حتى جرب مره انك تروح اي مواصلات من غير الباص وكده وشوف الدنيا، يعني عارف انت اللي هو عيش حاجه مختلفه عن اللي بتعيشها كل يوم او في العادي او الطبيعي. فما اهتمتش وكملت شغلي وفضلت لحد بعد ميعاد الباص يمكن او بعد ما الباص مشي بساعه تانية كمان. وطلعت على اساس مثلا انا اشوف باصات في الشيفت اللي بعدي رايحه اكتوبر او جايه اكتوبر، ما لقيتش. وفضلت طبعا يعني مشيت وطلعت عربيه ومن عربيه لعربيه ومن عربيه لعربيه تانية، يعني تقريبا ركبت في اليوم ده بدل مثلا مواصلتين ركبت 4 أو 5 مواصلات. بس كل الفكره ان انا اليوم ده ما اتضايقتش خالص، وكنت مبسوط بالتجربه الجديده اللي انا عايشها. ان هو ما فيش يعني مثلا ان انا كل يوم بركب باص، فانا النهارده هجرب مثلا تجربه مختلفه او حاجه مختلفه ان انا ما اركبش باص. فما اتضايقتش خالص ولا شفت الدنيا قامت، ولا كان كل اللي بيحصل مع زمايلي في الشغل ان هو كنت بحس مثلا ان يوم ما الباص بيفوتهم ان الدنيا خلاص قامت والدنيا خربت. فاللي انا حابب اتكلم فيه حته السلبيه دي. في شخص كمان او في موقف كمان حابب ان انا احكيه، ان انا كان في شخص اعرفه كنا بس لسه يعني زميل برضو كان مجرد زميل شغل، وشفت حته فيه السلبيه ان هو كان دايما اي حاجه او كل يوم الصبح اول ما يقابلني صباح الخير صباح النور، يا رب النهارده يكون الشغل تمام، يا رب النهارده تكون الدنيا لطيفه. اللي هو ايه اللي مش هيخلي الدنيا لطيفه؟ يعني ما طبيعي الدنيا كل يوم باذن الله تكون لطيفه، وحتى لو مش لطيفه ففي ايام حلوه وايام وحشه زي ما انا بقول دايما. فبصراحه حذرته مره واتنين وتلاته وقلت له ان انا يعني مش كل يوم الصبح اصحى او الناس مثلا تيجي تقابلك ما ينفعش انت تقول ان اليوم هيبقى مش حلو، او مثلا يا رب اليوم يكون حلو، او مثلا اللي هو دايما متشائم من بدايه اليوم، او ان انت مهيئ نفسك ان اليوم النهارده مش هيبقى لطيف. فحذرته مره اتنين تلاته، بصراحه لقيت ان هو مكمل على نفس يعني نفس اللاين اللي هو ماشي عليه او نفس الخط اللي هو ماشي عليه او نفس المينتاليتي او الدماغ اللي هو بيفكر فيها. وطبعا مستحيل انك تغير شخص من يوم وليله اكيد، بس معلش يعني انا مش موجود او احنا مش موجودين عشان نغير الناس. هو احنا نصحنا مره واتنين وتلاته خلاص، يبقى خلاص انت بقى عاجبك كده طريقه عيشتك كده او انت عاجبك اسلوبك كده خلاص، يعني ايه انجوي و يعني عيش حياتك بس معلش بعيد عني. فبصراحه مع الوقت لميته كده يعني ما حبيتش، لان انا دايما بحب ان اصحى يوم يبقى اشوف ان انا مثلا النهارده اليوم حلو، ابتسم في وش الناس اليوم باذن الله يكون حلو، يومك حلو يومك لطيف. فبصراحه بعدت عنه، ما بقتش ان انا بحتك فيه ولا بتكلم معاه. ويمكن حبيت ان انا اديله فرصه تانية، وان انا بدات ان انا مثلا في اوقات بتكلم معاه كده الاقي برضه في نفس المنتاليتي اللي هو بيفكر فيها، وان هو لسه برضه مهما كان حصل حاجه يعني بعد ما حصل مثلا احنا ما بقيناش نتكلم. حصل موقف ان هو كان في مثلا زي سيشن كده في الشغل عندنا، فبقول له هو حضرها قبلي، فبقول له ايه رايك في السيشن؟ يقول لي لا يعني سيشن مش حلوه والدنيا مش هتبقى لطيفه وهتدوخ ومش عارف ايه وبتاع وكده. فاللي هو طيب تمام شكرا جدا ليك. طلعت سيشن انا كنت مبسوط جدا فيها والدنيا لطيفه جدا، والابديت اللي هيحصل في الشغل يعني هو كان بيدينا سيشن عشان في ابديت هيحصل على السيستمز وكده.
فلقيت لا ان الابديت ده هيبقى تمام جدا ولطيف جدا. طب هو انت ليه دايما شايف حته كده؟ كل الموضوع ان انا مش بحب الناس السلبيين او الاشخاص السلبيين ان هم دايما شايفين الحياه مش لطيفه او دايما شايفين كل حاجه بياخدوا بس الجزء الوحش فيها. لا يعني انا حابب ان احنا نعيش الحياه شايفينها دايما كويسه، حتى لو في يوم حصل حاجه مش وحشه او لو حد بيحصل حاجه وحشه فاحنا عارفين او مؤمنين الحياه مش دايما لطيفه، ان الحياه تعب، ان الحياه مشقه، ده معروف وده لازم كده حاجه نبقى عارفينها جدا. او خلاص احنا هيئين نفسنا ان دي حاجه موجوده طبيعي، ونبقى كمان مهيئين نفسنا ان مش كل ايامنا حلوه او مش كل ايام طبيعيه حلوه. فنحاول ننجوي بحياتنا سواء بحلوه او وحشه او بالحلو اللي فيها والوحش اللي فيها. ده اللي كنت حابب اتكلم فيه او ده اللي كنت حابب احكيه، لان حوار الباص ده برضه كنت بحس الناس كتير جدا ان هو لما بيفوتهم الدنيا خربت. فانا كنت بقول يمكن طب لما يحصل معاك ما انت هتشوف الدنيا وحشه كده. فلقيت لا الحمد لله انا برضه كنت متقبل الموضوع ومبسوط في اليوم ده. يمكن كنت بكلم صاحبي وبنهزر اللي هو الباص فاتني وانا مش عارف اطلع ازاي من المكان ده وشكلي هبات هنا. كان الموضوع فعلا لطيف جدا. فعيشوا حياتكم بالحلو والوحش اللي فيها، وحاولوا تشوفوا الدنيا حلوه، حاولوا مهما كانت وحشه لا تشوفوا الحلو اللي الجزء او الجزء الحلو اللي فيها. وبس يعني انا مش هقول اكتر من كده في الفيديو ده. بس المهم لحد اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده. متنساش لو الفيديو عجبك ووصلت لحد هنا تعمل لايك. اشوفك فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.